مرحبا بكم في قناة علي ديكسترو. إذا كنت جديدا في لعبة إي فوتبول موبايل وترغب في تحسين مستواك فأنت في المكان الصحيح. في هذا الفيديو سنقدم لك أفضل النصائح التي تساعدك على التطور كلاعب وتفوز بالمزيد من المباريات. لنبدأ. 1. تعلم الأساسيات. قبل أن تبدأ تأكد من أنك تعرف كيفية التحكم في اللاعبين وتنفيذ الحركات الأساسية مثل التمرير، التسديد والمراوغة. يمكنك الاطلاع على دليل اللعبة أو مشاهدة فيديوهات تعليمية على اليوتيوب. 2. اختر الفريق المناسب. حاول اختيار فريق يتناسب مع أسلوب لعبك. بعض الفرق تفضل الهجوم السريع بينما تركز أخرى على الدفاع. 3. التدريب. استخدم وضع التدريب لتجربة مختلف الحركات وتحسين مهاراتك. التدريب مهم لتتعلم كيفية التعامل مع الكرة في مواقف مختلفة. 4. تطوير اللاعبين. استخدم نقاط التطوير لتحسين قدرات لاعبيك. ركز على تحسين المهارات التي تتناسب مع مراكزهم في الملعب. 5. اختر التشكيلة المناسبة. تجربة تشكيلات مختلفة لمعرفة أيها يتناسب مع فريقك وأسلوب لعبك. التشكيلة الصحيحة يمكن أن تصنع الفرق في المباراة. 6. استخدام التكتيكات بذكاء. تعرف على التكتيكات المختلفة مثل الضغط العالي والهجمات المرتدة. استخدم التكتيك المناسب حسب مجريات المباراة. 7. الحفاظ على الهدوء. لا تدع الضغط يؤثر عليك أثناء اللعب. الحفاظ على هدوئك يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل. 8. التغيير بين اللاعبين يدوياً. استخدم تغيير اللاعبين اليدوي للتحكم في المدافعين بشكل أفضل ومنع الهجمات. هذه كانت أهم النصائح للمبتدئين في لعبة إي فوتبول موبايل. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات المشابهة. شكرا لمشاهدتكم ونتمنى لكم التوفيق في مبارياتكم.